بيان إلى الرأي العام والمجتمع الدولي. استشهدت الناشطة والأكاديمية والمحررة في جريدة جينولوجيا والعضوة في مركز جينولوجيا ناجيهان أكارسال في مدينة سليمانية في إقليم كردستان بعد أن تعرضت لهجوم مسلح أمام منزلها يوم الثلاثاء في تمام الساعة 9:30 صباحا. إننا باسم مجلس المرأة في مقاطعة تل أبيض جريسبي ندين ونستنكر الاغتيال السياسي الذي ترتكبها الفاشية والدول المهيمنة بحق جميع النساء المقاومات والمناضلات حول العالم. ندعو إدارة حكومة جنوب كردستان عن مرتكبي جريمة القتل هذه بأسرع وقت ممكن وتقديمه إلى العدالة. قضت ناجيهان وقتا طويلا في الكفاح من أجل حرية المرأة، كما قادت بروح الفدائية حركة الشباب الجامعية والصحافة وعلم المرأة. قاومت في السجن سنوات من أجل هذه القضية خلال أصعب سنوات الثورة الكردية في شمال وشرق كردستان. وهذه الجريمة ليست الأولى، إنما تتكرر الاغتيالات السياسية والمجازر والإبادات الثقافية التي طالت كل الساحات الاجتماعية في كل مكان من جغرافية كردستان. وفي الختام ندعو جميع نساء العالم بشكل عام ونساء سوريا بشكل خاص للتكاتف والتكثيف الجهود الفاعلة في نشر ثقافة السلام لأمان ونشر مثل هذه الجرائم وكشفها للرأي العام، كما أنها ستبقى ناجيهان خالدة في ذاكرتنا. جنجانا آزادي.